كان مين واللاينمانات مين والقصه؟ طب خلينا طالما بدأنا بالنادي الاهلي نتكلم بره فيما يخص مباراة الهلال. عايز اقول لك ان حكم المباراة تقريره لم يذكر فيه اي واقعة تدين اي من الفريقين او اي حد من فريق الهلال او من النادي الاهلي. متأكد من الخبر ده؟ يا كابتن، تقرير الحكم ما فيهوش الا حاجة واحدة بس، ان الطبيب تم طرده، لكن وتقرير المراقب مطابق لتقرير الحكم. فطبعا على طاوله الاتحاد الافريقي مفيش حاجه، مفيش حاجه ده ولا ده. الحاجه الوحيده اللي ممكن يعاقب، هيعاقب بمباراه او مباراتين على حسب التصرف بتاعه. تمام. الحاجه الوحيده اللي ممكن يتم اخذ عقوبه فيها من الاتحاد الافريقي هي شكوى النادي الاهلي لو كان فيها مرفق فيها CD، حاجه ما ظهرتش في تقرير الحكم او حاجه ما شفناهاش في البث، ولكن الشكوى اللي راحت من النادي الاهلي ما فيهاش اي مرفقات بتدين فريق الهلال. فاللجنه الانضباط، انا اسف، مش هو في فيديو ولقطات في الفيديوهات اللي منزله على السوشيال ميديا دي كلها ما راحتش؟ لا، انا بقول على اللي راح للاتحاد الافريقي. اللي راح للاتحاد الافريقي تقرير الحكم ما فيهوش حاجه، تقرير مراقب المباراه ما فيهوش حاجه. هم كانوا معتمدين ان الحكم عامل تقرير بالمشاكل فبعتوا الشكوى دي للاتحاد الافريقي على هذا الاساس، لان في الاخر العقوبه بتتاخد او القرار بيتاخد طبقا لتقرير الحكم. فتقرير الحكم ما فيهوش الا التقرير وتقرير المراقب، وتقرير المراقب الاثنين زي بعض، ما فيهمش اي حاجه تدين ولا النادي الاهلي ولا فريق الهلال. ولو النادي الاهلي كان قدم شكوى فيها للمرفقات، لكن شكوى النادي الاهلي مجرد ان هي ترجمه ممكن يلحق مرفقات. ما اعرفش بقى الاجراء بتاعهم هيكون ايه، لكن انا بقول لك اللي وصل للاتحاد الافريقي هو ده. فبالتالي بالنسبه للاتحاد الافريقي ما فيش موضوع وما فيش عقوبه.